عزومة بقى اهل العريس لازم تبقى حاجة كده عملاقة. عملت لهم ايه يا اسماء؟ تعالوا بقى شوفوا كده، عملت حاجات كتير قوي. اشي بقى اصناف محاشي، وكمان فراخ مشوية وبط كمان مشوي، وكله بقى كوم وشوية حمام كده لوز، حاجة كده اللهم بارك. عايزة اقول لكم شوية فراخ بصوا دايبة. كل بقى بيسألني بتعملي الحمام ده ازاي يا اسماء؟ تعالوا بقى في الفيديو ده. بصوا بقى، اول حاجة هعملها التتبيلة بتاعة الفراخ والبط. كمية بصل حلوة كده، منعماه في الكبة، مكعب ماجي، فلفل اسمر، ملح، بهار فراخ، قرفة دي اساسي جدا، حبان مطحون حتى حاجة بسيطة، شوية زعتر كده حلوين، وهنا معايا كاري، وبشرة ايه بسيطة كده من جوز الطيب، حاجة بسيطة جدا. كتير قوي بيقول لي يا اسماء بلاش جوز الطيب، بس انا بحط يعني حاجة لا تذكر، رشة كده بسيطة، وشوية زيت حلوين. وهنا بقى عشان اعزز اللون بتاع الفراخ كده واللحم نفسه، شوية كده من صويا صوص. بايديا بقى مش بمعلقه، لا لازم ادعك البصل بالبهارات بالملح بكل الحاجه اللي احنا حاطينها. عايزه اقول لكم ريحه التتبيله اللهم بارك، عسل نحل. البطه بقى انا كنت نقعاها في دقيق وليمون وملح، مخليها بصوا فله قشطه كده بيضه. بالسكينه كده غرز مكان الصدر كده وادعكها واتبلها كويس جدا بالخلطه القمر دي. الفراخ انا هنا تبلت واحده بس. انا عامله اللهم بارك 4 فراخات، تبلت واحده كده جنب البطايه ودعكتها كويس جدا، انا قسمها كده ايه نصين، وبقيت الفراخ كده في قلب الحله ومتبلتهم وهركنهم كده ايه في الفريزر يبقوا جاهزين معايا. يعني عملت على قد الضيوف اللي جايين، لان عامله كميه حمام، وعامله كده جزء بسيط من الحمام الكداب كمان جنب الحمام التاني، وكنت سالقه لحمه يا بنات. هنا بقى نعمل الخلطه بتاعتنا اللهم بارك، طبعا مشهورين بيها، شويه سمنه بلدي وشويه زيت حلوين يتقدحوا معايا كويس جدا. ننزل بقى بكميه بصل كده رهيبه، خلطة محشي يعني، كمية بصل بتسكرها وبتخليها زي العسل. البصل كده يدبل معاه، مجهزة عصير الطماطم وشطة كده سبايسة أو باردة على حسب ما بتحب مخرطاها. ننزل بعصير الطماطم تتسبك بقى، ننزل بكزبرة. الكزبرة دي أنا محمصاها وطحناها حالا، بحب ريحتها كده في المحاشي تبقى فايحة كده. بابريكا عشان تعزز لي اللون، كمون، بهار مشكل أو بهار مخصوص بتاع المحاشي من عند العطار. هنا بقى اتسبكت كويس جدا، ونزلت بالرز شوحته شويه، فضيته بقى على الصينيه الكبيره دي، وحطيت عليه الخضره وفلفل كده بارد او سبايسي. تبرد شويه اكون ايه سلقت ورق العنب، انا مكففاه من بالليل يعني قبلها بيوم، وكمان مقوره الكوسه والبتنجان والفلفل برضو قبلها بيوم، يعني بالليل كنت بجهز حاجتي. يعني المقطع ده من بالليل، وبرضو غسيل الحمام ده من بالليل. يعني المقطع ده انا مصوراه برضو مع ورق العنب وتقوير البتنجان وتجهيز الحاجه كده من بالليل. هنا بقى غسيل الحمام، اول حاجه كده انا بشيل الرقبه او الزور نهائي. بصوا بسلك كده الجلد وابرمها كده لف، وبصوا من ورا بقى بتنضفيه زي اسماء، انا مش بفتحه بسكينه على فكره، بصباعي كده بعمل توسيعه خفيفه واخد منها مثلا المصران او الاحشاء بتاعه ايه الحمام. ليه مش بحب الفتحه بتاعتها تبقى بالسكينه هتبقى كبيره؟ بلوي كده الرقبه او الزور وبصباعي كده بسلك الجلد من تحت الصدر بالشكل ده. وعايزه اقول لك بالراحه جدا، لان يعني الجلد الحمام بيبقى حساس شويه. اهو بالشكل ده للاخر كده، والجوانب اهو بالشكل ده. عايزه الجلد كده يبقى سايب خالص من على صدر الحمامه، اهو بالشكل ده. بحشيه بقى كده بيبقى شكله ومنظره يجنن. هخلص بقى الكميه كلها بنفس النظام، وبكتف كده الجوانح من ورا، اهو بالشكل ده كده. بشيل الرقبه واسلك الجلد، هخلص الكميه كلها. الطبق ده انا حاطه فيه الكبد والقوانص بتاعه الحمام، غسلتها كذا غسله، واحط عليها ليمون، اعصر بقى كميه ليمون بقى كتير، وكمان ملح وشويه دقيق او معلقتين طحينه. مستحيل بقى تشمي ريحه زفاره لاي طيور. اخلص بقى الكميه كلها. طبعا الحوض بتاعي بعقمه مخليه فله، محدش يقول لي انت بتقلبي الحاجه في الحوض يا اسماء. انا الحوض ده يعني عايزه اقول لكم النظافه مفيش بعد كده، بحط عليه ديتول ومخليه فله. هنا بقى بصوا الليمون الكبير ده اهو بالشكل ده.
خلاص كده بقى، وحطيت فيه شويه دقيق. هنا كان فيه بذر بس نزل في قلب الكبد والقوانص بشيله، والملح بقى واركنه ايه في التلاجة. تاني يوم بقى هنا يا بنات عملت الخلطه بتاعه الحمام. سمنه بلدي وزيت يتقدحوا معايا، انزل بالايه كبد والقوانص يتشوحوا شويه. اول ما لونهم كده يتغير معايا هنزل بكميه بصل حلوه وفص واحد توم يدي تيست كده وريحه حلوه. على فكره انا بحط برضو لخلطه المحاشي توم، بحط حوالي فصين 3 كده بيدي تيست حلو. هنزل بقى هنا طبعا نزلت بالبصل. هنزل بقى بهارات محشي، وعندي هنا شويه كده من بهارات اللحمه، وكمان زودي بقى كميه البهارات لان الحمام بيحب البهارات شويه. فلفل اسمر، كزبره، كمون، بهار مشكل، بشره من جوز الطيب، حاجه بسيطه من الحبان المطحون، وطبعا رشه من القرفه والملح، وكمان ايه مكعبين من الماجي، وشويه من صويا صوص عشان يعزز لي اللون. هنا كنت بحط بشره من جوز الطيب. وننزل بالرز بتاعنا يتشوح شويه. مجهزه ميه سخنه هسقسقه مش اكتر، حوالي كوبايه كده كبيره يا دوبك. انا بس بسقسق الرز كده كوبايه تشربها، يعني ياخد نص تسويه. بهدي النار خالص وبظبط الحدق بتاعه. بهدي النار عشان يتشرب كوبايه الميه دي يديني نص تسويه في الاخر. وينزل بقى بقرنين شطه كده سبايسي او بارده على حسب ما بتحبي. بس كده اطفي عليه النار. اخد لون جميل جدا واخد نص تسويه مش اكتر. الحمام نشلته وشطفته شطفتين 3 طبعا لان كان منقوع. وقعدت كده في الارض كده ايه احشي الحمام بتاعي. طبعا بقى شايفين بقى لما سلكت الجلد كده من فوق الصدر طبعا وشايله الرقبه، الرز بيبقى متساوي كده ومدي شكل جميل جدا للحمام. هخلص بقى الكميه كلها وبحط كده في القلب بتاعه من بطنه يعني حاجه بسيطه. طبعا الحشو مش هدق قوي لان برضو هحط حاجه بسيطه. الميه هنا خلاص سخنت معايا. حطيت كده بهارات الجافه بتاعه الشوربه وعود قرفه. بالنسبه للحمام انا بحطه على ظهره كده علشان السوى المظبوط الصح للحمام، يعني يتحط كده على ظهره وبالراحه كده وتسوي كده الحماميه. التسويه بتاعته بالظبط ساعه الا ربع، يعني 45 دقيقه. بحط الملح كده يا بنات بعد نص ساعه، يعني يعدي نص ساعه احط ايه الملح بتاع الحمام. وبالظبط 45 دقيقة يعني عليه التسوية كاملة كلها، يعني نص ساعة احط الملح وربع ساعة اطفي عليه، يعني كده بالظبط اخد 3/4 ساعة. خلاص كده طفيت النار. اللهم بارك، شوية حمام كده يا بنات لوز ولا واحدة اتفكت معايا. ليه؟ حشو مظبوط، التسوية مظبوطة، ولا بتقلبيه ولا بتيجي ناحيته. تسقطي الحمام على ظهره وتحطي الملح بعده نص ساعة وتسيبيه كمان ربع ساعة، يعني تسوية نص 3/4 ساعة وما بتقلبوش خالص. كان عندي وركين كده عاملاهم حمام كداب خلياه. بصوا بقى انا كنت حشيه من نفس الخلطه برضو، وبتلفيه كده في ورق زبده وورق فويل، بس للاسف ما كانش عندي ورق زبده، فالافضل تلفيه في ورق زبده عشان الفول ده غلط مش صحي قوي. هنا بقى ايه طبعا كان لسه سخن جدا. فكيته بقى. ايه رايكم في الشكل بتاعه؟ والله العظيم كان زي السكر. انا اصلا بعشق الحمام الكداب ده اللي هو من الوراك يعني. هنا بقى حشيت الورق العنب معلقتين 3 بقى سمنه بلدي. وننزل بقى بالشوربه القمر بتاعتنا، شوربه لحمه وحاطه لها ايه شويه كده من التغذيه بتاعه المحشي، حاطاه في قلب الشوربه عشان تخلي اللون كده حلو بتاع الايه الشوربه. هنا لقيت الطبق ده كبير، جبت الطبق اللي هو المدور التاني احطه كده على يعني على الوش المحشي وسقيته يتشرب شويه. هدي النار ونزلته استوى معايا وبقى ملبن. نفس النظام محشي البتنجان والكوسه والفلفل زي الفل. نسيت السمنه البلدي، جبت كده معلقه سمنه بلدي او معلقتين كده على وش المحشي. انا بحب صراحه كده احط المحشي واديله تلميعه كده من السمنه. خلاص طفيت عليه. مش عارفه كنت مطلعه القلايه دي ليه يا بنات، كنت هعمل فيها حاجه. هنا بقى كنت بعمل كيك. كيك بقى بسيسه، مش كيك يعني كيك عادي، لا بسيسه. هنزلكوا فيديو مخصوص ليه لان كان يجنن والله العظيم. شويه كيك انا بعشقها اصلا، عاملاها بطريقه حلوه قوي. باذن الله يا بنات هنزل لكم الفيديو ان شاء الله، يعني بعد الفيديو ده. سويتهم بقى، شايفين الجمال؟ كانت ريحتها خطيره. هتعملوها بصوا بعد كده مش هتعملوا اي كيك تاني. سبتها كده هديت شويه وخرطتها كده وجهزتها بقى للضيوف، يعني مثلا في السهره كده جنب كوبايه شاي كوبايه نسكافيه.
طبعا انا كنت جايبه برضو تحليه تانية، بس قلت ما اعمل كيك برضه عشان الاطفال. والحمام بقى اخدته كده حمرته. بصوا بقى، كان عندي رز بسمتي يا بنات قبلها، قلت ما اجيبه كده من التلاجة، قد كده فرشه كده بسيطه في قلب الاطباق كده بسيطه، واحط مثلا لكل شخصين جوز حمام بالشكل ده. طبعا مع ايه، مع خضره كده بسيطه، يعني جرنشه كده بسيطه بقدونس في التقديم. والصواني كمان بتاعه الفراخ والبط طلعتها الصاج، عايزه اقول لكم والله العظيم كانت دايبه. بصوا منزله الزيت بتاعها ازاي، كانت دايبه دوبان. بصوا التحمير بتاعها، عايزه اقول لكم حطيت قطعه فحميه فيها مخليه ريحه الفراخ والبط خطيره. ولا المحشي بقى صباع صباع كده حاجه سكر، شويه خلطه اصلا مخلين المحشي في حته تانية. وخلصت كمان طفيت على اللحمه المسلوقه، كانت ورايا هنا كده في الحله الاستانلس. بصراحه ما قدرتش اكمل تصوير تاني، والله العظيم تعبت جدا. هشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.